You know, the vegans are the worst sometimes. And I stand before you today السلام عليكم واهلا بيكم في قناه حكايه البحار. في الفيديو ده هتكلم عن اليوتيوبر الامريكي نيكولاس بيري والمشهور بالاسم الفني نيكوكادو افوكادو. نيكولاس اتولد في 19 مايو عام 1992 في اوكرانيا، ولكن اتبناه ابوان من امريكا. وقبل ما تقول ابوان ازاي افتكر ان قلتلك من امريكا. من 7 سنين كان شخص عادي، وبدايته على يوتيوب كانت في عام 2014، والمحتوى بتاعه كان عبارة عن الأكل النباتي وقد إيه هو مفيد، وبيدعي الناس لأسلوب حياة صحي. لكن بعدها قرر يغير المحتوى اللي بيقدمه عام 2016 بسبب قلة المشاهدات، واتبع نظام الوجبات السريعة والأكل الغير صحي، وبدأ يحقق أول 50,000 مشاهدة، وده كان أعلى نسبة مشاهدة يوصل ليها بعد تغيير المحتوى من شخص نباتي لشخص بياكل أكل غير صحي. بعدها بأسبوع نزل فيديو بعنوان ليه ما بقتش نباتي على يوتيوب، وبيقول فيه بالمختصر أنا ما بقتش يوتيوبر نباتي، وده مش لفت انتباه، لكن أعتقد إن النباتيين غير متوازنين ومتشددين وغير مستقرين عقليا من بين الناس المختلفة. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة إن هو بدأ ياكل كميات كبيرة جدا، وبدأ يزود في الجرعة وياكل أكلات متنوعة وغريبة، ويجبر نفسه قدام الكاميرا ان هو ياكل لاجل الفلوس والشهرة. ونزل فيديو بعنوان مش عايز اكون نباتي بعد الان، وبيقول فيه مش ملاحظ اي فايدة صحية من النظام النباتي. وفي عام 2020 اتعرض لصدمة عاطفية بعد ما انفصل عن زوجه ارين. وللاسف يا صديقي انا ما اتلخبطتش في السكريبت، لان فعلا نيكولاس ده طلع الوان زي اللي اتبنوه، ومش من قريب، ده من بدايته على اليوتيوب تقريبا. لكن في احد الفيديوهات بدأ يروج للموضوع ده ويظهره معاه في الفيديوهات كأنه صديق ليه. ولكن المستفز الصورة المصغرة، واللي مستغرب منه ان يوتيوب ما اداهوش اي انذارات، وكأن الموضوع عادي. هو طبعا عادي عندهم في امريكا، لكن اللي اعرفه ان يوتيوب القوانين بتاعته تقيلة ومحدش يقدر يخالفها حتى لو مستر بيست. المهم بعد ما انفصل عنه الالوان بقى منهار وبياكل حرفيا بوحشيه، ومتابعينه لاحظوا تصرفاته اللي مش طبيعيه وطريقه كلامه الغريبه، وحصل له مشكله نفسيه وعقليه نتيجه الصدمات اللي بتحصل له في حياته. وبعد عن يوتيوب بعد ما نقصت مشاهداته، واتجه لتيك توك وفضل ينزل فيديوهات مستفزه، ومشاهداته بدات ترتفع بشكل كبير جدا. انتوا اكيد عارفين خوارزميات التيك توك عامله ازاي. وبعدها رجع ليوتيوب تاني، وفيديوهاته بدأت توصل لمليون مشاهدة واكتر، وقناته قربت توصل ل4 مليون، وزاد وزنه تدريجيا من 145 ل 160 كيلو. Okay, we have an emergency. What is this? What do I do? What do I do to get this out of me? These mukbangs are gonna kill me. وحاليا وصل ل 350 كيلو. وفي عام 2022 اتعرض لأكتر من وعكة صحية وخطيرة بسبب وزنه الزايد، وبرضه موقفش عن الأكل وفضل ياكل ولا كأن حاجة حصلت، وحرفيا بيموت نفسه بالبطيء. والمبدأ اللي ماشي بيه كل ما زاد الجنون كل ما ارتفعت المشاهدات، والمحتوى بتاعه بيتسمى الموكبانج زي تحدي الأكل عندنا كده في الشرق الأوسط. واللي اخترعوا الموكبانج في الأصل هم سكان كوريا الجنوبية. وبس كده، وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وسلام يا ابطالي.